مع بداية ثورة التصميمات والإمكانيات المختلفة في بداية التسعينات، اهتمت شركة سيات بأنها تشترك بإصدار جديد، وتم تقديم أول سيارة عائلية متوسطة الحجم من سيات، وكانت سيات كوردوبا. نزلت سيات كوردوبا بإصدارات وموديلات مختلفة من وقت للتاني، وأول إصدار ليها كان سنة 1993، واختلفت أنواع وأسامي الموديلات على حسب سنة الإصدار. فكان في كوردوبا جي ال وجي تي وتي دي اي وسبيشال اديشن، وده كان الجيل الأول منها. ومع بداية الجيل الثاني تم تكملة الإصدارات بكوردوبا فاريو مع تطوير التي دي اي والسبيشال اديشن. التصميم، لو اتكلمنا عن التصميم من رأيي ده أميز حاجة بالنسبة للكوردوبا في كل الإصدارات، لأنه لحد النهاردة هتلاقي العربية مميزة بتصميمها، خاصة مع التعديل أو الاهتمام بيها، فهتلاقي شكلها بقى في حتة ثانية وحتى من غير تعديل. فمن رأيي تنافس بالتصميم إصدارات السنة. فبالنسبة للتصميم، وهنا هكلمك عن تصميم كل جيل عن التاني. فالجيل الأول مثلا بحس التشابه بسيط ما بينها وما بين الأوكتافيا A4. فمن الجزء الأمامي بتيجي بكشافات عريضة صغيرة ما بينهم فتحة شبك، وفي المنتصف علامة سيات، وفي الأسفل إكسدام عريض. أما الجنبين فهتلاقي تناسق سواء في المساحات الزجاجية أو حجم الأبواب، ده مع عقر تقليدية وبسيطة، وطبعا مع مرايات جانبية مع فتح زجاجية بتديها تحسين في الشكل من الباب الخلفي. نيجي بقى على اجمل حاجه في الكوردوبا الجيل الاول من رايي من حيث التصميم، وهو شنطه العربيه والجزء الخلفي ككل. فهتلاقي شنطه بشكل طولي وعريض بيدي فخامه للعربيه، ده مع كشافات ستوب متصله بخط زجاجي. وفي موديلات تانية احدث كانت بتبقى منفصله بكشافات كبيره بتدي شكل جمالي يناسب حجم العربيه. وبالاسفل اكسدام عريض مع فيبر بلاستيك في المنتصف. التصميم الداخلي للكوردوبا الجيل الاول كان مبهر في وقت اصدار العربيه، وده لان الناس في الوقت ده كانوا بيحبوا الزرار الكتير وأنظمة التحكم المختلفة، لكن في العموم شكلها تقليدي ومتناسق مع التصميم الخارجي للعربية، ده بالإضافة للمساحة الداخلية الكبيرة اللي بتخليها قابلة للعائلية مع الكراسي المصنعة من القماش. أما بقى الجيل الثاني فكان فيه تكملة وتطوير عن الجيل الأول في التصميم، وده اللي ظهر في التصميم الخارجي، خاصة مع تعديل الجزء الأمامي بشبك منفصل مع كشافات عريضة مميزة، وفي المنتصف علامة سيات بشكل أكبر، وطبعا في الأسفل الاكسدام. أما الجنبين فاختلف شوية وما بقاش فيه خطوط بتوحي بشكل مضلع أو غيره، ده طبعا مع الأوكر والمرايات التقليدية. ومن الجزء الخلفي اختلف التصميم بحاجة بسيطة في كشافات الستوب، واللي جت بشكل كريستالي مميز مع خط الليد في المنتصف، وفي الأسفل علامة سيات. أما التصميم الداخلي فمن رأيي مميز جدا وعصري، وده اللي هتلاقيه في كذا جزئية، منها الطارة المالتي وفتحات التكييف اللي بتيجي بشكل دائري مع تصميم العدادات وساوند سيستم ومساحات التخزين المختلفة، ده بالإضافة للمساحة الداخلية، فهتستوعب معاك 4 أفراد بشكل مريح و5 أفراد ممكن، لكن ما يقعدكش قوي بالراحة. مواصفات الجيل الاول والثاني تقاربت، فالكوردوبا كانت بتيجي بطول 4 متر 20 سم ل 4 متر 27، وعرض متر 68 لمتر 70، وارتفاع متر 40 مع ارتفاع عن الارض 150 سم تقريبا، بطول قاعدة عجلات 2 متر 46، بسرعة قصوى من 170 ل 200 كيلو في الساعة، مع تسارع من 0 ل 100 في 9 ل 13 ثانية، بمعدل استهلاك بنزين من 5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو، وده طبعا بيختلف على حسب اسلوبك في السواقة او لو في وزن او عطل مع العربية سواء عفشة او ميكانيكا. وتانك بنزين بسعة 45 لتر. واخر حاجة مساحة الشنطة الخلفية واللي بتستوعب ل 400 لتر تقريبا. بالنسبة لأنواع الموتور اللي نزلت مع الكوردوبا سواء الجيل الأول أو الثاني فكانت متشابهة، ما عدا بس في الجيل الأول أول فئة كانت بتنزل ب 1000 سي سي، لكن مع الجيل الثاني نزلت ب 1200 سي سي. أما باقي الإصدارات كانت 1400 و1600 و1900 سي سي للتي دي اي. اما بالنسبه للتجهيزات ووسائل الامان فاختلفت طبعا ما بين الجيلين الاول والثاني. فالجيل الاول كانت بتيجي بتجهيزات تقليديه جدا زي تكييف وساوند سيستم وغيرها من الكماليات. اما الجيل الثاني نزل بتكييف اقوى طبعا مع ازاز كهرباء. وبالنسبه للاضاءه فنزلت بكشافات هالوجين مع كشافات شبوره، والكراسي كانت بخامات افضل كتير من الجيل الاول. اما بقى وسائل الامان فكانت بتيجي بايرباجات واي بي اس.
القردبة من وقت نزولها وكان فيها مميزات ادتها افضليه، والافضليه دي استمرت مع الجيل الثاني بمميزات مختلفه. اولها الاقتصاديه. القردبة من اهم مميزاتها الاقتصاديه، وانا هنا بكلمك عن استهلاك البنزين واللي بيكون بمعدل من 5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو، وده معدل ممتاز جدا في استهلاك البنزين. ده غير ان تكلفه صيانتها مش مكلفه للدرجه بالمقارنه بعربيات كتير. نفس النظام، قطع الغيار سعرها مقبول، لكن وارد في اجزاء معينه يبقى سعرها اغلى شويه. صيانة القردبة تعتبر مش معقدة وسهلة، لكن في صيانة أعطال الكهرباء أنصحك بصنايعي مختص. تجربة القيادة. بتتميز الكوبرا بأفضل أداء ممكن تشوفه وبتجربة ممتعة جدا على الطريق، وده بسبب الاتزان القوي واللي هتلاقيه نتيجة لوزن العربية الكبير وتناسق مع أبعادها. أما في الشوارع بتاعتنا وداخل المدينة برضه هتلاقي سهولة في القيادة بسبب امتصاص العربية لعيوب الطريق وسهولة التوجيه إلى حد ما. التجهيزات ووسائل الامان. اتميزت القردبة الجيل الاول والثاني في وقت اصدارهم بموديلات مختلفة، ووضحت لك ده بالتفصيل في الفيديو. السعر. في اختلاف في نقطة السعر ما بين ميزة وعيب، لكن انا عن نفسي شايف ان السعر مقبول بالمقارنة بعربيات تانية اغلى ممكن بامكانيات اقل. اختلفت مبيعات السيات قردبة من وقت للتاني ومن موديل للتاني، لكن للأسف ما حققتش الانتشار والمبيعات القوية في مصر، وده رغم انها افضل من عربيات كتير من نفس الفئة، لان ده بيرجع لعيوب وارد تكون سبب في عدم انتشارها بشكل كبير. وهنا هكلمك عن عيوب الجيل الاول مش موجودة في الجيل الثاني والتحسين في الجيل الثاني بعد كده. فاول عيب في جودة التصنيع والخامات المستخدمة، فرغم انها افضل من غيرها في عربيات تانية من نفس الفئة الا انها مش احسن حاجة، لكن في الجيل الثاني الموضوع اتحسن الى حد ما. تاني عيب هو مستوى الراحة، وانت قاعد الجيل الاول كان مفتقد لده شوية، لان المساحة الداخلية خاصة الكنبة الخلفية ما كانتش مريحة، وهتحس الى حد ما بالنور والمطبات، لكن ممكن مش بشكل كبير زي باقي العربيات من نفس الفئه. اما مع الجيل الثاني مستوى الراحه اتحسن بشكل كبير. ثالث عيب وهو ان العربيه ما نزلتش غير بنسخ مانوال، وده كان بيدي افضليه لعربيات تانية ممكن بنفس سعرها في وقت اصدارها نزلت بنظام اوتوماتيك. رابع عيب قطع الغيار. قطع غيارها مش متوفره بشكل كبير بسبب عدم انتشار العربيه في مصر. اخر عيب اعاده البيع. العربيه تقيله شويه في بيعها، وده بسبب عدم انتشارها وسعرها اللي ممكن يكون اقرب لعربيات تانية متوفره في السوق المحلي. خلاصة الفيديو بشكل عام، تشتري سيات قردبة ولا لا؟ في الحالة دي هقول لك لو انت شاب وبتحب عربية قبل التعديل تنافس موديلات السنة خاصة الجيل الثاني منها، هتلاقي منها اداء مبهر تغنيك فعلا عن العربية من الموديلات الحديثة واللي بتسمع فيها ارقام خيالية وكبيرة. في الحالة دي بقى يبقى عليك وعلى القردبة، ولو بتدور على سعر اقل واعادة بيع اسرع وقطع غيار متوفرة يبقى ما انصحكش بالقردبة الا في حالة انك تقدر تتعامل مع العيوب دي، والحقيقة مش شايفها عيوب تعجيزية، بالعكس ممكن تتعامل معاها. ده كان فيديو سيات قردبة بأجيالها، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا عطش.